انا الخوت ان كلشي شاف الفيديو ديال خوتنا ياك. واش العياقه واش العياقه نوريك امك العياقه كي دايره واش خش عليك ايما ودير روح امك من بعد شنو من بعد الله وسيرت قودتي واد الله من بعد صافي انا غادي لجهنم وانت دير امك تمشيك من الاخر. شوف نسيت هو مابقاش هضري معاهم خليهم هما عارفين في نقلب وغنزيد تكمشي علاش تقلب انت لي ما انت عاد راه هضرتك على شكون ربي امك انت شكون السلام من المسخه لولداتك انا شكون في عبد الله شنو من بعد اللي بغيتي المسخه اشنك تحمل راسك زوينه ولا شنو تسمح لي ايوا هاك تكوني غلطه تسمح لي فكما شفتوا في هذا الفيديو هذا فرعون رجع في الزمان ديالنا وفي المغرب. فانت يا جدارمي ولا في الحقيقه السميه ما خاصهاش تبقى تسمى حيت بزاف عليك خليتي واحد وصمه عارف في جبين الدرك الملكي، شوهتي الصوره ديال داك التوني اللي لابس بزاف عليك داك التوني. فراه هادشي اللي كيوقع ان واحد ولا جوج كيشوهوا الصوره ديال بزاف ديال الناس، سواء في جوندارم سواء في البوليس سواء في المخزن سواء في اي واحد كيلبس التوني اللي كيخولوا انه يحمي المواطنين ويكون في خدمه القانون في هذا البلاد. فانت شوهتي ديك الصوره، خاص تحيد داك التوني. وكنظن الى من بعد الكارثه هذا بقى خدام، فمن الاحسن ما تبقاش هذه سميتها دوله الحق والقانون. هذه من جهه. من جهه اخرى فكتشوفوا لاحظتوا بانه هو يعني كيقول لك الفقيه اللي يتسناو براكس ودخل الجامع بلاصتو. اول حاجه ما داير الصمته ديال الطوموبيل، يعني ما كيحترمش قانون. ثاني حاجه كيستغل ديك السلطه ديالو اول حاجه في السباب، يعني سب ديك الدريه كيف ما بغى يكون التهمه ديالها، ولكن ما خاصوش يسبها. وداك السيد اللي بقى كيكلاكسون عليه وما تحركش، فحيت ما تحركش من قدام ولا بقى معطلو غيرجع وغيعاقبو وممكن يعطيه تهمه. علاش لا؟ هو من حركه من داعش او لا من الناس اللي كيصدروا الحشيش للاكوادور، ما عرفناش شنو ممكن يدير. هادو راه ماشي شريف وحيد من الطريق. هذا ديما نرجع مزدري وترقون. انا برجع لك انسى لي ديك لا فكيتك منهم هاد المره نرجع لك. وباش زادا هو ان عنده مفاتيح الجنه والنار، وباش كملها كيسب الله سبحانه وتعالى. حاشا وجه الله، وكن سب الملك وكن دابا تشب. من بعد شنو؟ من بعد الله وسيرت قودتي واد الله من بعد صافي. اذا من هذا المنبر كنبغي نقول لاي واحد عنده السلطه في البلاد، سواء سلطه صغيره سواء سلطه كبيره، فالسلطه مادام عندك راه حنا اللي عطيناها لك كمواطنين باش انك تكون في الخدمه ديالنا وفي الخدمه ديال راسك وفي الخدمه ديال هذا البلد. ما تجيش انت تستغلها بطريقه سلبيه او لا طريقه لمصلحتك او لا دير ما بغيتي، حيتاش حنا عندنا دوله الحق والقانون، والقانون كيطبق على كل شيء من الصغير حتى الكبير.